بعد مقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، بايع المسلمون ولده الأكبر الحسن بن علي خليفة على المسلمين، لكن معاوية بن أبي سفيان الذي كان واليا على الشام نصب نفسه خليفة على المسلمين بلا منازع، وأعلنها حربا شعواء على الحسن بن علي. وبهذا أمسى المسلمون في صفين متخاصمين متقابلين، والمدائن وضواحيها التي كانت قبيل الفتح الإسلامي عاصمة للدولة الساسانية الفارسية أصبحت خاضعة للدولة الإسلامية ومجاورة لعاصمتها الكوفة. وصار الكثير من التجار وأشراف العرب وخليط من عامة العرب والعجم يسكنون منطقة المدائن. المدائن عام 41 للهجرة. انظر إلى سنابل القمح في حقلك وكأنها فتيات ناضجات. انظر إليها كيف تتمايل بعز ودلال. لقد جعلت الذهب المصفى خجلا أمام ما أنميت من جمال النعمة. كيف لا؟ والأرض والبذرة من حلال، وصاحب الأرض كريم، والرعية راضية، وربنا عادل، فكيف لا نحصد ذهبا أيها المختار؟ إذن فلنبدأ بالحصاد قبل وصول جراد عمرو بن العاص وآفاته الشامية، فمن المؤسف أن يصبح الموسم لقمة لأولئك الشياطين. بسم الله، هذا هو الحاصد، وهذا المنجل ينتظرك، فبارك أنت بباكورتها يا مختار. توكلنا على الله. يا إلهي يا رب السماوات والأرض، شكرا لك على كل شيء، شكرا لك على ما أنعمت علينا، وشكرا لرحمتك لنا نحن الضعفاء والمساكين والفقراء. شكرا لك على كل شيء،
وتقديرا لما بذرت. للماشية من هذه النعمة شيء، وقليل منها للزواحف، وشيء لأبناء السبيل والمحتاجين والفقراء، وبفضل همم الرجال العالية ونفوسهم الحمية شيء منها للضيف والفلاح. وليخسئ الحسود والنمام والحقود، وليكن هذا الحقل الطاهر في رعاية الحق. فيا إلهي بارك في حبات هذا الحقل الذهبية. آمين يا رب العالمين. بلا صياح كي لا يغضب الحيوان. حذاري يا أبا إسحاق، فالحيوان اللعين هذا وحش كاسر، إذا أحس بالخطر دمر كل شيء. الآن أكثر من الصياح والضجيج حتى يخرج من الحقل. الحذر يا أبا إسحاق. الكلب المسعور، ألم تسمع باسم أرجوك يا أبا إسحاق. هذا الحيوان غاضب وقد يلحق بك الأذى. أتقتحم حقل صائد الأسود لتلتهم حبات القمح الذهبية؟ هذا الوحش المشؤوم. انظر كيف تورم من فرط ما أضخم من ازدراد القمح. ليتنا قطعناه إربا إربا. هذا الخنزير مصاب بسهمين اثنين. سهمان قليلان على هذه الجيفة المتعفنة أيها المختار. بصراحة ليتك مزقته ب100 سهم. لكنني لم أسدد سوى سهم واحد. لابد أن السهم الثاني قد جاء من الغيب. مرحى أيها البطل الذي أبدل السيف بالرفش والمسحات. ألا تحتاج إلى عامل؟ لما لا؟ انظر إلى تلك الغربان. إن هذا الحقل بحاجة إلى فزاعة. سأعطيك أجرا مناسبا، فهل تقبل أن تطرد الغربان؟ هذا الكرم ليس غريبا على من باع الدرع والسيف بالمنجل والمسحات.
أرجوك اسمعني جيدا يا مختار وكن منصفا كما كنت على الدوام. ألا ترى أن السيف يزرع بحاله إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ حياك وبياك يا رجل الحرب والجهاد. طاب يومك يا رجل الزرع والضرع. أهلا وسهلا ومرحبا بالمنافس الوحيد للمختار في ميادين الطراد. حييت أيها الفارسي الوفي. حياك الله أيها العربي الأبي. لو علمت كم اشتقت إليك. روحي وجسمي فداء لهذا الصديق المشتاق. تعال، لقد أتممت علي متعة هذا الحقل في هذا العام. حرام ما تفعل أيها الرجل، حرام يا مسلم. لماذا حرام؟ لأن لحم الخنزير محرم، ألا تعلم؟ لو كانت ميتة كلب بدلا من هذا الخنزير هل كنت ترغب فيها؟ هيا قل لي بضميرك، أين لحم الكلب من لحم الخنزير؟ هذا خنزير كان يتغذى من القمح الذهبي وهو الآن كأنه خروف سمين، لحمه ذو فوائد كثيرة. وأي فائدة في لحم هذا النجس؟ حرارة جلده المسلوخ تعالج ألم الرجل فورا ولحمه مقوي جدا. أنا لا أصدق ما أسمع، هل أسلمت حقا يا هذا أم لا تزال مجوسيا؟ ما سبب هذا الجدل؟ هذا الرجل يكاد أن يجننني يا أبا إسحاق. هذا الشره المهووس يشتهي شواء لحم الخنزير ولا يقبل أي دليل على أن الخنزير لحمه حرام، بل يزداد جدلا من دون علم. مرحبا بك، ها قد قرت أعيننا بجمالك أيها البطل. أهلا وسهلا يا كيان. حييت يا ضربي، رعاك الله. حفظك الله. أيها الحبيب، أنت أيضا حدث هذا الجاهل عن لحم الخنزير وتحريمه في الإسلام. قباب، فضلا عن الفوائد التي ذكرتها، فيه عيب كبير إذا أكلته ستندم. وما هو هذا العيب؟ سيولد في أمعائك دودة تصيبك بالحكة الشديدة وتصيبك بالحساسية. حقا؟ جرب وسترى. لا أيها البطل، الحساسية شيء مؤلم كما أنه شنيع أيضا. رحم الله أمواتك جميعا يا بطل. في الواقع لقد كل لساني من مجادلة هذا المعاند، ثم إن أكل لحم الخنزير يزيل البركة من هذا الحقل. يا ضربي، هات طعاما يليق بقائد من قادة جيش الحسن بن علي. سمعا وطاعة. صلوا على نور النبي المصطفى صلوات على محمد وآل محمد. صلوا على نور النبي المصطفى وآله. صلوات على محمد وآل محمد. سموا بالله وتفضلوا، إنه شواء لحم الحجل. ألا تريد أن تسألني من أي نار كبرى أنا آت؟ لا حاجة لي بالسؤال. أنا أعلم أنك آت من حرب لا غالب فيها إلا معاوية ولا خاسر فيها إلا الحسن. أهذا فقط؟ لا أبدا، ليس هذا فحسب يا كيان. لي معك منذ زمن عقد إخاء ومودة، وما جئت من الكوفة إلى المدائن إلا لأكون قريبا منك، وأقسم بالله إني لن أبدل شعرة من شعر رأسك بآلاف رؤوس القوم من هؤلاء المتقلبين من أهل الكوفة. اسمع جيدا ما سأقوله يا كيان. منذ اللحظة التي شككت بها سلاحك وارتديت لامتك ارتعد جسمي خشية عليك. ألا تريد أن تنظر في قلب أخيك الممزق؟ هل لا سألتني عما رأيت في ركاب سبط رسول الله؟ أنت ذهبت إلى الحرب ورأيت ما رأيت، أما أنا فلم أذهب لكنني رأيت. لا والله، لم تر وحدة ابن رسول الله وغربته في وطنه. لم تر كيف هجم الكوفيون على فسطاطه طمعا في الغنائم وسحبوا حتى سجادته من تحت رجليه. يكفي أني رأيت وحدة أبيه علي بن أبي طالب، وقد رأيت كيف هجم الكوفيون شاهرين سيوفهم لقتله. أنت لم تعرف أهل العراق كما عرفتهم أنا.
لقد ركب معاوية وابن العاص مركب الجهل والهمجية، وخاضا حرب صفين وقد انتصرا. العراق احتل منذ اللحظة التي رفعت فيها المصاحف بمكر معاوية وابن العاص. لقد مزق خنجر أحد الخوارج فخذ سبط رسول الله في الصباط. مختار، أرجو أن لا يكون ذلك الخنجر مسموما، فتكون حياة ابن رسول الله في خطر. يا ملهم الصبر صبرا. قسما بهذه النعمة كنت أعلم عاقبة هذه الحرب وأنها ستنتهي بفضيحة الكوفيين. وهل نقلتم سيد الحسن من صباط إلى الكوفة؟ أمر هو نفسه أن ينقل إلى القصر الأبيض في المدائن. قال أوصلوني عند سعيد بن مسعود الثقفي، فإن ثقتي فيه كبيرة ولن تأتيني منه الخيانة. أظن أن هذا الرجل من ذوي المناصب من العرب. يبدو أنه كذلك، ولكن ما المشكلة يا ترى؟ أكثر ظني أن العراقيين قد هزموا. نعم، معاوية هذا إن لم يفتح العراق لن يهدأ له بال. نعم، أما احتلال المدائن فليمت في حسرته، وهل مات الأحامرة كي يحتلها؟ محمدا. الخليفة؟ يبدو أن الحسن بن علي قد أصيب بجرح في الساباط ليلة البارحة. لقد صار قتل الخلفاء عادة عند العرب، وهذه فرصة لمن يريد الفتك بهم. ومصيبته أدركوا سبط رسول الله، حرضوا أهل المدائن على أعداء علي وأولاده، الغوث ومحمدا. الأحامرة يقصدون إثارة الفتنة. حذاري فقد يدمر هؤلاء الأعاجم الصباغون المدائن عليكم. ماذا يجري؟ يبدو لي أن الخليفة جرح، وأخيرا أنجز الخوارج وعدهم بقتل معاوية، وقد بقي عمرو بن العاص. في أي واد أنت يا هذا؟ معاوية في جنته الخضراء بدمشق يحكم كالملوك. هذا المجروح الذي هناك هو الحسن بن علي. سمعت أن معاوية وضع لمن يأتيه برأس الحسن 1000 دينار شامي وإحدى بناته جائزة. أيعقل هذا؟ وحقه. ما أغلى رأس ابن علي. قل لي، لماذا لم ينقلوا الخليفة إلى الكوفة؟ ماذا أقول لك؟ أظن أن المدائن أكثر أمنا من الكوفة. مهما كان فالعجم أكثر وفاء من أبناء قبائل الكوفة المتعددة. أتعلم شيئا؟ إن استمرت الأوضاع على هذه الحال فلا حاجة إلى هجوم الشاميين على المدائن، فمنذ الغد سيتقاتل العرب والعجم فيها. للأسف كانت سوقنا تروج وكسبنا يزيد. يا سيد شباب أهل الجنة، روحي فداء لمقدمك المبارك. لقد سمعت بما جرى عليك من الظلم، وإن القادة المقربين وغيرهم قد غرهم التماع ذهب معاوية، فخانوا وخذلوك.
سيدي، أنا سعيد بن مسعود الثقفي والي المدائن الحالي. أنا ممتن لكم أن رأيتموني موضع ثقتكم. تفضلوا على الرحب والسعة، لقد نورتم القصر الأبيض. ضعوا أقدامكم على نواظرنا. لقد نزف كثيرا يا سيدي. أخشى أن يكون الخنجر مسموما ويقضي على سيد الحسن، فهذا خطر. نحن بحاجة إلى طبيب حاذق، فلتعجلوا قبل فوات الأوان وإلا أصابه مكروه. الطبيب حاضر والفراش جاهز. تعال يا هل أيها الظالم ماذا تفعل؟ مهلا أيها القائد، كادت يدي ترتعش من هيبة صيحتك. أنا أعتذر منك أيها الطبيب. في الواقع لقد فقدت السيطرة على نفسي، فتوهمت أنك أنت ذلك الضارب. أنت متعب جدا ومصاب بالتوهم. حقك أيها القائد. أوصيك بقسط من الراحة وكثير من التوكل، فلن يكون إلا ما كتب الله لنا. أجل أجل أجل. حقا هذا صحيح. أجل. لماذا أنت هنا يا كيان؟ قل لي، هل جئت لاستعراض وفائك لي أم جئت لتحتقرني؟ حاشا، بل جئت كي أوقظ فيك أسد العرب النائم. أنت عزة العرب وحميتها. جئت كي أستثير العاصفة في بحر حميتك. من أجل ماذا؟ لنصرة الحسن بن علي. ليس من المروءة أن يبقى سبط النبي وحيدا وأنت مشغول بحقلك وقمحك. وأنتم ماذا فعلتم وقد كنتم معه هناك؟ هل تقيس نفسك بأمثالي يا أبا إسحاق؟ أنت المختار بن عبيد الثقفي، القائد الذي فتح بلاد فارس. وهل من عربي لا يعرف أبا عبيد الثقفي أو لم يسمع به؟ أين الثرى من الثريا يا مختار؟ وهل تتوقع فعل معجزة من شخص فارسي لا مكانة له أو لأصله بين العرب؟ نعم، أتوقع إعجاز خندق سلمان. لماذا لم تكن كسلمان الفارسي إلى جانب ابن رسول الله يا كيان؟ العربي اليوم مختلف عما كان عليه في زمن الرسول يا مختار. إذا لا تعمد إلى دق مسمارك في الحجر. اسمعني يا كيان، اسم أبي عبيد لا يعني لهذا الإنسان العربي اليوم أي شيء. وهل من شهرة تراها أكثر من أن تكون صاحب ذي الفقار وقالع باب خيبر؟ إن هؤلاء الناس لم يرحموا فيما مضى ابن عم رسول الله وصهره أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إن إغراء الذهب الشامي وخداع أهل تلك الديار ذهبا بعقول وإيمان العراقيين. الكوفي هو اليوم أشبه ما يكون ببعير مربوط أو مشلول واقع في الوحل لا تهزه صيحات أمثالي. اذهب اذهب. الأفضل لي أن أكون فلاحا مثمرا وليس محاربا فاشلا. مختار، هذا يكفي. تكلمنا بما فيه الكفاية ولم نتوصل إلى أي نتيجة. صداقتنا في مكانها وطريقان مختلفان. مختار، عدو جائر خير من صديق خاذل. سهم العدو يصيب الجسم وسهم الصديق يصيب الفؤاد.
جرح وحدة سبط رسول الله أكثر عمقا من جرح خنجر جراح بن سنان. والله كنت مستعدا كي ألاقي منك إجابة تكون بلسما على جرح غربة سيدنا الحسن بن علي، لكن يا للأسف يا للأسف أين لنا اليوم لؤلؤ أسنان المصطفى؟ أين الرأس المفضوخ من علي المرتضى؟ أين غربة فاطمة الزهراء؟ أيها الناس قصوا الشعور، شقوا الجيوب، صبوا الدمع دما، اعطوا التراب على الرؤوس، ومصيبتاه من هذا الجرح الدامي في قلب رسول الله. الغوث ومحمدا، الغوث اسمعوني أيها الإخوة، اسمعوني جيدا. الجراح التي أدمت قلب سيد الحسن لن يداويها هذا الصراخ ولا هذا العويل. إن أولئك القادة من جيش سيد الحسن الذين قد باعوا شرف ولائهم بذهب معاوية وكانوا يدعون أنهم من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هم الذين بايعوا ابنه الحسن بالخلافة ثم شجعوه على الحرب، وعندما لمع الذهب لهم أداروا ظهورهم للعدو وسلوا سيوفهم ضد الإمام، ثم هاجموا على فسطاطه وانتهبوا ما فيه من غنائم، ولم يسلم شيء أبدا حتى إنهم استولوا على سجادته. مثل هؤلاء الطامعين وعبيد الذهب كمثل قوم بني إسرائيل وعجل السامري. على هؤلاء يصدق الحديث النبوي الشريف القائل: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. إن الظلم الذي مضى على الإمام الحسن سيجلب على هؤلاء اللعن والطعن الدائمين إلى يوم القيامة، والمصائب لا تنتهي بهذا. أي مصيبة أتتنا؟ إخوتي، تعرض ابن بنت رسول الله الإمام الحسن في الليلة الماضية إلى طعنة نكراء بخنجر، والمدائن اليوم لها الفخر أنها تستضيف سبط النبي الجريح. لهذا اسمعوني جيدا، أرجو ألا تكون المدائن كالكوفة في الجفاء والخذلان لكي لا تبقى وصمة عار عليكم إلى الأبد. تحلوا بالصبر ولا يستفزكم أحد، والجموا الغيظ بالصبر كي تفشلوا خطط الأعداء ومكائد هؤلاء الشاميين. نعم، هؤلاء الشاميين. وإن جنود معاوية وعمرو بن العاص قد دخلوا بثياب مبدلة ليثيروا الفتنة بين المسلمين، كانوا عربا أو من الأعاجم وبين الأمويين، ليجعلوا المدائن غير آمنة لصبط رسول الله. لا يخدعكم أحد بأكاذيبه. أيها الإخوة، هذا الوالي نصبه علي بن أبي طالب، ثم أبقاه ابنه الحسن في هذا المنصب، وأهل المدائن يشمون فيه رائحة من الوالي السابق، ذلك العارف لابس الصوف
وهو صانع سلاسل الخوص سلمان الفارسي. سماحة الوالي، نحن جنود لك نفديك بأرواحنا، مرنا بما تريد. أريد منكم الآن ألا تتجمعوا أمام القصر ولا تأتوا بأي حركة كي لا تعرقلوا حركة الحرس ورجال الأمن والمسؤولين. وأطلب منكم أن تكثروا من الدعاء، واصبروا يا قوم وصابروا، إن الله مع الصابرين إذا صبروا. أخوتي، الدعاء الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. حنانة، كم تمسحين الأرض ذهابا وإيابا. أنا مضطربة ومشوشة يا سليمة، وقلبي يغلي كالقدر على النار. من تذوقك المخللات بين الحين والآخر نعرف أنك حامل. هل جننت لتتفوهي بهذه الترهات؟ ألا تستحين؟ أنا أرضعت عمر من لبني وهو محرم علي. محرم؟ دعك من هذا الرياء. أو تعرفين الحلال والحرام؟ خالتي حنانة، جئت يا عزيزتي، بالله عليك لماذا تأخرت؟ كأن المدينة قد ضربها زلزال، الفوضى عارمة. نعم زلزال يا وردتي، وهل ما يجري هنا أقل؟ الخليفة جريح في مدينة الأعاجم، وطبيعي ما يحدث. كنت أخشى عليك من تعرض الغوغائيين. لقد حصل. اجترأ علي أحدهم قاصدا سواري، فضربته وشججت رأسه. حقا؟ بحقي عليك؟ نعم صدقيني. أنت تمتلكين قلب أسد. أنا ابنة كاسر الفيلة، ابنة فاتح بلاد فارس، ابنة أبي عبيد الثقفي، أخت المختار. ولو كان لي قلب دجاجة لرأيت 10 فراخ تتصايح ورائي. هذا صحيح، وهذا ما جعل عمر بن سعد يحوم حولك يا عزيزتي، وهذا أمر مفهوم الأسباب. فصيد لبوءة جريئة وجميلة مثلك لا يقدر عليه أي كان. لا تنسي أن لبوءة الأسد تختار صيادها بنفسها. سلمت لك يا ابنتي، سلمت. أنا لست آتية إلى هنا للمجادلة، أنا آتية من قبل عمر. وأنا كل آذان صاغية. تعالي. النيل من الحسن يعني بلوغ الأماني وامتلاك السلطة والجاه والقوة أيضا. يعني أن عمر سيكون ملك العراق وأنت تصبحين سيدة العراق. كم هو ملعون عمر هذا خالتي. يريد مني أن أقدم له رأس الحسن على طبق من ذهب. ما الذي تقولينه يا جارية؟ إن الجائزة التي وضعها معاوية لرأس الحسن بن علي جعلت المئات من أمثال ابن ملجم يلهثون طمعا في الحصول على الجائزة، وهذه فرصتكما. وماذا علي أن أفعل؟ حاولي ألا تجعل المختار يدخل ميدان الحرب وحسب يا عزيزتي. لكن المختار لن يدخل الميدان. وإن أصر عمك سعيد؟
لقد حاول عمي قبل ذلك، لكن المختار لم يخضع له. لكن الوضع مختلف جدا هذه المرة، وقد تؤثر وحدة الحسن على المختار، فتتحرك مشاعره فيدخل الميدان. لنفترض أن المختار أراد ذلك، كيف لي أن أردعه يا خالتي؟ استعيني بزوجة أخيك نارية، حبهما لا يزال مشتعلا. أنت تهمسين في أذن زوجة المختار فتقنعيها، وهي تترنم في أذن المختار بنغم الحب والعشق والهيام، ناقلة ما تريدينه أنت إليه، والمختار يلين على الفور. أنا ونارية على قلب واحد. ما أروع حفل زفافك يا ملكة العرب، أنت هي العروس يا عزيزتي. حنانة، ها قد أنجزت كل شيء بالكلام صحيح، وأقمت حفل العرس بالتمام، فأين إذن حصتي من الحلوى؟ ما أرهف سمعك، إنه أشد حدة من لسانك اللاذع. وماذا سمعت غير العرس أيضا؟ التوبة، أصابني الله بالصمم إن سمعت غير موضوع العرس الذي تقيمينه هنا. النقود أين هي؟ نقود. خذي. سليمة، أنا واثقة من أنك سمعت غير موضوع العرس، ولكن لعلمك إن أردت أن تنسجي من خيالك شيئا سيقطع عمر أذنيك ولسانك الطويل هذا، تذكري ذلك. وعيونهم شاخصة إلى يديك، فابذل ما في جهدك أرجوك، كلنا ننتظر شفاءه على يديك. إلهي بيض وجوهنا عند نبيك وآله. إلهي آمين. هو من أبرز الأطباء الحذاق في هذه الديار أيها القائد، إنه مثل أعلى في التواضع وطيبة النفس والسريرة والإعجاز في الطب. عفوا أيها الأمير، ذئاب الشام لديهم مثل يقول: إن لله عز وجل جنودا من عسل، وفي عسلها هذا سم مهلك، قطرة منه أودت بحياة القائد مالك الأشتر. أنت أيها الأمير موضع ثقة كبيرة، موضع ثقة لدى سيد الحسن، وقد سمعته يقول عنك، يقول إنك شخص يعتمد عليه في الظروف الصعبة. وليس هذا فقط، إنك دعامة قوية كذلك. نعم، دعامة قوية تقف ضد وساوس ساكني القصر الأخضر في دمشق. صدقني أيها الأمير، عليك أن تعرف أن اضطرابي وخشيتي على حياة سيدي هي من الحاشية، وأنا أخشى أن ينفذ أحد الطامعين في الجائزة في هذا القصر، ونعوذ بالله يضع قطرة من ذلك السم في طعام سيدي أو في مرهم جرحه مثلا. أيها الأمير، اضطرابك في محله. لقد تعرض سيد الحسن في الشهرين الماضيين إلى ضربات موجعة حتى من الأصدقاء الطامعين، لكن هذا الطبيب موثوق به جيدا. لا تخف أيها القائد. أما عن طعام سيدي فقبل أن يقدم إليه الطعام أذيقه للطباخ نفسه. أما بالنسبة لحراسة القصر فسيتولاها ابن أخي المختار، فهو جدير بالثناء وخليق بالثقة. لا أذاقك الله طعم الذل والغربة سيدي.
أنا ذاهب لأتولى الإشراف على شؤون مرافقي سيد الحسن، أما أنت فابقى هنا. شريطة ألا يخل بعملي. حدث أمر ما؟ حسنا، أنا أصبت بالتوهم فتخيلت الطبيب هو الضارب نفسه. إذا كان كما تقول فلا بد أن نجعل من يعتني بك أيها القائد. حسنا، كن واثقا أيها الأمير، وكن متأكدا أنني سأسيطر على نفسي لكي أطرد الأوهام. حرارتك مرتفعة جدا، أنت مصاب بالحمى أيها القائد. مشتعل، جرحي عميق جدا من فرط ما شاهدت من الخيانة والجفاء. آتونا بطست من الماء البارد على الفور. تعال واخلع حذاء القائد أيها الجندي. اخلعوا عنه لباس حربه فورا، وضعوا رجليه في الماء. حدثتني نفسي أنك قادم. صحيح أنني قدمت، ولكن بلا سيف. متى تعلن المصالحة مع سيفك يا مختار؟ طالما أمثالك يأتمرون بأوامر عواطفهم بدل عقولهم، سيبقى سيفي في غمده مثل صاحبه. تغيرت كثيرا يا أبا أسحاق. نعم، لقد نضج عقلي، وسوف أجعله يتحكم بي بدلا من قلبي. اعلم أن آداب القوة مختلفة عن آداب العبادة، والقائد الذي يدخل الحروب دون تدبر يعرض نفسه وجيشه للهلاك. أراك واقعا في ورطة مهولة يا أبا أسحاق. أن يغمد قائد سيفه ويقرر ألا يذهب إلى حرب خاسرة لا يعني أنه واقع في حبائل الشيطان. إن تجنب المهالك من الدين، من تعاليم القرآن. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل تتذكر عندما كنتم تعدون العدة تريدون الحرب وأنا غير مقتنع، وكنت قد أنذرتكم من أخطارها؟ لم تسمعوني، وقد غركم الكوفيون ناكثو البيع بأقوالهم المعسولة. إن مثلكم كمثل ذلك الذي رأى دبا في النهر فظن أنه قربة. اسمعني جيدا يا كيان، اعلم أنت والجميع أنني منذ اليوم لن أسل سيفي إلا عندما أصرخ بصوتي إلى الحرب. مختار، أخبرني أين كنت؟ إنه أوان الحصاد يا عم، وأنا أحصد القمح. زرعنا بفضل الله جاء سليما لا آفة فيه. أنا بواد وأنت بواد، بهذه الفوضى في سوق بيع الذمم، وفي هذه الظروف العصيبة التي تحيط بنا والتي تحيط بأهل البيت، هل من الإنصاف أن تنطوي على نفسك وتشتغل بالزرع؟ ألا شرحت له ما وقع على سيد الحسن من جراح يا كيان؟ نعم أيها الأمير، لكن متعة القمح والحصاد منعته من الإصغاء إلى ما حدث. كيف حال سيد الحسن؟ الجرح عميق يا كيان، وقد وصل الخنجر اللعين إلى العظم تماما،
ولكن بفضل الله لم يكن الخنجر مسموما. أرجو عفوك يا عم، أنت تخاطبني وكأنني لا سمح الله قد اقترفت ذنبا كبيرا لا يغتفر. وهل الكد في الحلال من أجل المعاش أقل من الجهاد في سبيل الله تعالى؟ وأنا والحمد لله كنت مثمرا في هذا الكد، إلا أنني لم أكن أبدا مثل هؤلاء المحاربين في سبيل الله ولكن بلا ثمر. الكد لكسب الرزق نوع من الجهاد، ولكن ليس في مثل هذه الأوقات العصيبة التي يريد فيها الأعداء اجتثاث شجرة الدين. أتعلم لماذا اختار سيد الحسن القصر الأبيض؟ أجل أعلم. لماذا جاء برأيك؟ لأنه واثق بك كل الثقة يا عمي. وهل هذا قليل؟ مع كل هذه الجراح المعنوية والجسيمة التي أصابت سيدنا ومولانا الحسن، جاءنا وخصنا بهذه المرتبة وجعلنا من خاصة المقربين واعتمد علينا بكل شيء. هذا يعني أننا أصبحنا في صف أهل بيت رسول الله. أليس من المؤسف أن نضيع هذه الفرصة الشريفة بحجة الحقل والزراعة؟ وما هو المطلوب مني الآن؟ أن تبقى متأهبا ولا تدر ظهرك للعدو، وشك لامة حربك، وخذ بقبضة سيفك وقف إلى جانب عمك كي تدحر العدو وترد كيد الشياطين إلى نحورهم وتنتصر عليهم. يا عم، دحر العدو في مثل هذه الظروف يحتاج إلى سيف يقطع أعناق الجهل كل الجهل، وأنا لا أمتلك هذا السيف. هل تريد أن تتخلى عن أمر الدفاع عن الحق في مثل هذا الموقف الحرج الذي جاء فيه الإمام الحسن يطلب العون منك؟ يا عم، أنت تكفلتني ورعيتني منذ قتل والدي وأنا في 13 من عمري، إذن فأنت لك علي حق الأبوة، ومن الواجب والأدب والإخلاص أيضا أن أمتثل إلى أوامرك سمعا وطاعة. ولكن يا عم، أنا الآن في سن 40 وأرجو أن تعاملني على قدر عقلي. إن ترك الميدان لمن عقد مع السيف عقد الأخوة لا شك في أنه هروب وجبن وعار، ولكن للحرب قواعد وأصول، والعقل يقول إذا اجتمع الذهب والدسيسة في سلطان الشيطان لم يبق للسيف مكان. ولهذا كان خوض هذه الحرب خطأ، والاستمرار بها خطأ، بل أشد خطأ. أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس. هل نطق الشيطان على لسانك يا بني؟ تقول هذا وكأن سيد الحسن لم يكن عالما بقواعد الحرب وأصولها، أو أنه لم يعرف العدو كما تعرفه أنت. إن سيد الحسن دخل الحرب رغما عنه، كما ترك أبوه علي حرب صفين في لحظات الانتصار مجبرا. لقد تجرع سيد الحسن مرارة الهزيمة والوحدة والغربة ليعلن للناس عن جهلهم وليحقن دماء المسلمين. والله يا مختار، لو اتخذت طلب المعيشة ذريعة لتنحيك عن الحرب خير لك يا مختار من أن تشكك بعلم إمامك ودرايته. يا إلهي، هل هذا الشك من أمارات الهداية أم من علائم الضلالة؟ يا إلهي، أنا لم أطعمه لقمة حرام، فلماذا أثمرت شجرة عمري ثمرة مرة؟ الثمرة المرة خير من المسمومة. أنا أعلنت مصرحا عن رأيي يا عمي، وقد يكون الإشكال فيك، لأنك أيها العم العزيز لم تعلمني الرياء. هل أنت مستعد أن تساعدني بإخلاص؟ ولهذا أنا الآن في القصر أمامك، تفضل وبلغني أوامرك. معاوية وضع 1000 دينار شامي وإحدى بناته أيضا لمن يقوم بقتل سيد الحسن. أتعرف ماذا يعني هذا
أجل، يعني أن معاوية بهذا جعل الكثيرين يلهثون وراء الجائزة، وأن أرض الله الواسعة أصبحت غير آمنة لابن رسول الله. من اليوم فصاعدا أصبح الحراس والخدم جنودا سريين لمعاوية بن أبي سفيان. فماذا ستفعل؟ كيف تحافظ على سلامة الإيمان بين كل هؤلاء الأعداء؟ إنه حمل ثقيل جدا، والحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله. فكن أهلا واشدد حزما يا بني، كي نخرج من هذا الامتحان منتصرين ولا نكونن عند رسول الله خجلين. ما الذي تفكرين فيه؟ هل يتحقق هذا الحلم؟ المختار إذا عزم على أمر لن يردعه أحد. إذن أنت لا تعرفين إعجاز الحب. الحب هو الذي يستطيع أن يكبل أسدا جامحا كالمختار. وماذا لو كان برق عيني نارية قد ضعف يا خالتي؟ ليست نارية بالمرأة القليلة يا ابنتي، كان لها منافسات. خذي مثلا، أنا إحداهن ولا أزال أحترق بنار الحسد منها. أحقا هذا؟ أنت أيضا كنت تحبين المختار؟ فارس كالمختار يحلم به جيش من سوداوات العيون من بنات العرب. اذهبي يا ابنتي فالوقت قد فاتك. قولي لنارية إياك أن تفك القيود من المختار فقد تفقدينه. الذهاب إلى الميدان فامشي على نعشي. ما هذا الذي تقولينه؟ إن هذا الحب كلف المختار كثيرا. تنحي عن طريقي يا امرأة، تنحي. ماذا قال لك؟ ألم تكوني في العتبة تسترقين السمع أيتها المحتالة؟ قال إنه دفع غرامة هذا الحب. تبا لك يا ناريا لهذا الأب، إن غضب النبي عليه يتابعنا. ما معنى أن تنبشي القبور يا نارية؟ أكاد أجن جارية، قلبي يفور دما. لو لم أكن ابنة ثمرة بن جندب المغضوب عليه لكنت قطعت لسان المختار بشرار عيني. لا تزال الفرصة سانحة. مستحيل يا جارية، إن وساوس عمك تفند كل سحر.
المختار عازم على الذهاب. ليذهب، وأنا لماذا أدوس على غروري كي أمنعه من الذهاب؟ لا، يبدو أنك تحبين أن تري المختار وهو في لأمة الحرب. لم لا؟ فالمختار في زي الحرب أكثر جمالا منه في زي الفلاحين، لا سيما عندما يقصر شعر لحيته فيبدو أكثر وقارا. نارية، لماذا لا تغارين؟ لا تدعي المختار يذهب إلى الحرب. إن لأمة الحرب مثل الضرة تهدم عليك بيتك. أحقا؟ إذا ذهب المختار إلى الميدان وأطلق صرخة لا ترتعش منها قلوب أعداء الحسن وحسب، إنما تخر لصيحته قلوب جيش من سوداوات العيون من بنات العرب. فلتخسأ بنات العرب، سأقتلع عيونهن من أحداقها. هل تسمعين جارية؟ في الأساطير الفارسية بطل باسم رستم، قاتل العفاريت والغيلان والأسود. ماذا تقصد؟ لأنك في هذا الزي أنت تشبه تماما رستم، وهو مثلي الأعلى في القوة والانتصار. وما أراه أنا أنه ينطبق عليك. كيان، أنا أدعى المختار الثقفي، ولا أشبه إلا المختار. أما عن بطلك المثالي رستم فلو كان معنا صدقني أنه لن يستطيع فعل أي شيء مع هؤلاء المتذبذبين السفلة. إن الأوضاع أكثر وخامة مما كنت أحسب. إن هؤلاء يحتضنونك بيد وفي الأخرى يحملون خنجرا. إنه الغدر. معاوية هذه المرة حمل ابنته مع مهرها ذهبا على الرمح. ليكن الله سبحانه وتعالى عونا للإمام الحسن. أيها الناس، جاء البطل المغوار ليردع الطغاة والمتمردين، وسيفعل ذلك بلطف القادر القهار. واعلموا جيدا أن اختلاف العرب والعجم ما هو إلا فتنة زرعها بينكم المخادعون الأعداء. الطغاة سيردعون، سيوفهم هندية، دروعهم داوودية، أتراسهم مكية. ليس الخبر كالمعاينة مهما قلت في وصف جيش الشام قليل. أي رجال رجالهم، أشداء بواسل، أبطال عمالقة، أعناقهم كأعناق الفيلة، زنودهم كأفخاذ الجمال، عيونهم المخيفة جاحظة كعيون الغيلان. ما إن وقعت عيني عليهم حتى صعقت وأغمي علي، وما إن فتحت فمي لأسترحمهم عرفوني عراقيا. عندها علقوني من رجلي وراحوا يضربونني بقوة وبدون رحمة ضربا مبرحا. ولكن كيف عرفوا أنك عراقي؟ كيف عرفوا؟ عرفوا من لهجتي، لأن بعض الحروف في لهجتنا تختلف عن اللهجة الشامية. الأمان من جرارهم، ليست أكوازا عادية، إنما هي بلاء أسود لا أراها الله لأحد. هل يوجد بين الأخوات سيدة حامل؟ هل الخوف من جيش الشام أطار عقلك؟ ما علاقة الجرة أو الكوز بالمرأة؟ لأنني لا أريد أن أكون سببا في قتل جنين من أجنة المسلمين، لأنني إذا شرحت ما شاهدت من جرار الشاميين
سوف تسقط جنينها من شدة الخوف. دعك من هذا الإرجاز، فقد أطرت عقولنا. يا رجل ادخل في المفيد فورا. ماذا رأيت في الجرار؟ عقارب، إنها عقارب الأرباب. 1000 جمل محملات بآلاف الجرار المليئة بالعقارب. لقد أعدوها ليقذفوها بالمنجنيق كي تصيب بيوتكم في المدائن. لا تخافي يا سارة، لا تخافي. ألم أقل لكم؟ أما السحر لطفك اللهم ربي، إن التكليف يحتم علي أن أخبر المسلمين لأنذرهم بالخطر القادم إليهم. لا تصدقوه، الهدف من كل هذه الأباطيل هو أنهم يريدون إخافتنا. اللهم استرنا برحمتك من شر دجال الشام. آمين. يستطيعون أن يملأوا الجرار بالعقارب. يملؤون الجرار بالعقارب؟ الأرباض مليئة بالعقارب. لا شك أنه من مرتزقة الشام. هيا قيدوه وكبلوه. نعم أيها الأمير، ترجلوا. كيف يصطادون العقرب كي لا يموت؟ هذا أسهل من شرب الماء. أنا رأيت حيلهم في صيدها. هم يعلقون جرادة على رأس عصا ويلجون العصا في جحر العقرب فيطمع العقرب بالجرادة، وعندها يخرج من حجره فيقع في الفخ ويقضى عليه. أيها العجوز الثرثار، أخبرني، هل كان صائد العقارب ومقاتل الشام يشبهونني؟ أعبد لك عقربا؟ تقريبا. أنت لا تقل عنهم هيبة وصولة، لكن قامتك الشامخة وجسمك الكبير لا يعادلان ثلثا الواحد منهم يا سيدي. ألا تخجل؟ لماذا تريد بهذه الأكاذيب والترهات أن تلقي الخوف في قلوب الناس؟ هيا قل لي، بكم بعت ذمتك وأهل موطنك أيها الخائن؟ ما بك خيرا تعمل شرا تلقى، يا لخسران هاتين اليدين. لم تعد يدك تخسرني شيئا، لأنني سوف أكسرهما الآن. أقبض على هذا الثرثار. أيها الناس، لا تغرنكم أكاذيب هؤلاء. لا تشتم الناس بهذه الطريقة. قف عندك. يريدون أن يجعلوا أولادكم درعا بشريا ضد الجيش الشرعي. هل أنا خائن أم أنتم الذين تخفون الحقائق؟ لماذا تعتمون على أخبار الحرب؟ هل هزيمة جيش العراق وتسليمه كذب؟ هل إصابة الحسن بن علي كذب؟ سوف أسلط عليك أيها الدجال بعض عقارب الأرباض لتعترف بخيانتك هذه. هيا خذوه. أيها الناس، لم يبق من جيش العراق سوى بعض المشلولين والعجزة والمكفوفين، وهم في الساباط ينتظرون ملك الموت. أيها الناس، سمعتم ما عند الشاميين على ألسنة مرتزقتهم، والآن اسمعوا كلمات من الأمير المختار الثقفي الذي تولى شؤون المدائن هذا اليوم. كنت أظن أن معاوية لا شك أنه سيشتري قلوب العراقيين بقوافل محملة بجرار مليئة بالذهب يرسلها إليهم. أما حكاية العقارب هذه فهي من ألاعيب معاوية التي اعتاد أن يخادع بها كما لعب لعبة رفع المصاحف على الرماح في حرب صفين. ولكن في الحقيقة هو يعلم جيدا أن العراق كان دائما هو الدعامة والصدمة القوية في وجوه الشاميين، والشاميون لو كانوا رجال حرب لما استعانوا بالعقارب كما نرى الآن. إنهم بهذه الأساليب أيها الناس يعتمدون على سذاجة أهل هذه الديار ويعتمدون على جهالتهم. وقد رأيتم من قبل القادة والجيش في العراق كيف استسلموا أمام جيش الذهب الذي أرسله معاوية قبل خوض الحرب التي أزكى نارها. أيها الناس، إن المجتبى سيدنا الحسن قد جرح. لقد امتدت إليه يد الغدر والخيانة، يد الذين لا وفاء لهم، يد الخوارج. نعم، يد الخوارج هي التي غدرت هذه المرة وليس الشاميين.
نحن نعرف تماما من هو المؤمن الحق ومن هو المخادع، وها هي المدائن اليوم تتشرف وتسمو باستضافة سبط النبي الحسن. والحمد لله أن جراحه أخذت بالشفاء، وسينهض قريبا وهو يعرف جيدا كيف يرد على تطاولات معاوية وألاعيبه الشرير. وها أنا ذا. أجل، أنا المختار الثقفي. منذ هذا اليوم سأقطع دابر كل خائن وكل من يريد إحداث البلبلة، وسأطهر المدائن من رجس هؤلاء المرتزقة. اشهدوا الآن ومن ساحة المدائن وأمامكم جميعا أن هذا عهد علي، لن أسمح بوجود أي خائن أو كافر، والمرتد يلقى العقاب. هل ذلك هو السرير الذي صنعته لي؟ نعم، وقد أصبح جاهزا. يا أهل المدائن، بأي ذنب يريدون أن يجعلوكم وقودا لحرب لا طائل منها؟ اسمعوني جيدا، أنتم اليوم تستضيفون شخصا لا يضيره أن تراق دماؤكم وتنهب أموالكم وتسبى أعراضكم، فالشاميون واقفون على أهبة الاستعداد ليمطروكم بالكرات الزيتية النارية حتى تحترقوا في منازلكم. لماذا قدم الحسن بن علي وهو مهزوم وهو يعلم حق العلم أن معاوية قد وعد بالجوائز لمن ينال منه؟ اسمعوني، أنا الآن قادم من معسكر المجاهدين المشاركين في عزاء أخيهم الشهيد جراح بن سنان، هذا المجاهد الذي أصاب ابن أبي تراب قربة إلى الله تعالى، وهو قد نال الشهادة. لا حكم إلا لله، 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 لا حكم إلا لله. أيها الإخوة، في أي مكان من الشريعة المحمدية مذكور أن الحكم وراثي كما في فارس والروم؟ معاوية يكاد يعمل المستحيل في أخذ البيعة بالخلافة لابنه يزيد الفاسق، وأبناء علي يستخدمون صلتهم بالنبي ابتغاء للخلافة. أراك تصول وتجول. الارتجاز في ميدان لا محارب فيه ليس من الشجاعة. سحقا لكم أيها الخوارج، أنتم فعلا عار على الأمة العربية. غريب أمركم، بالأمس في صفين أعلنتم عن إيمان معاوية وسجدتم للمصاحف المرفوعة على الرماح، واليوم تكفرونه وتخرجونه عن الدين. هل سمعتم أيها الإخوة؟ هؤلاء يتهموننا بالخروج عن الدين، ونحن الأكثر وفاء للشريعة المحمدية. لم نغير كلامنا منذ اليوم الأول، لا معاوية ولا علي ولا أولاده أيضا. ما دام هؤلاء الناس على رأس أمور المسلمين فلن ينتهي القتال فيما بينهم، وستبقى الضغينة بين المسلمين، ولن تخمد الفتنة. ما دامت الفتنة قائمة بين المسلمين فلا فضيلة أولى من الجهاد. لا حكم إلا لله، 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 لا حكم إلا لله. أيها الناس، إنه أبو إسحاق. لقد جاء فارس الآن. هذا هو المختار، قم بمواجهته إن استطعت. ها قد طاب التفرج الآن. كيف ترك المختار أمر الزراعة؟ لقد أصبح قائد جيش العراق. المنادون نادوا على ولايته منذ ليلة أمس. كان واليا على المدائن. لم يكن المختار واليا على المدائن، بل عمه كان واليا.
عجبا، أنا أرى خفافيش الليل تملأ الكوفة ولا تهدأ. لقد ظهرت في الميدان نهارا وهي لم تكن تبحث عن طعمها إلا في الليل يا أزرق. ألم تعلن تنحيك عن الحرب والقتال بين المسلمين يا أبا إسحاق؟ إذا صح ما قيل إنك انخدعت لهم، ولكن قل لي بأي ثمن بعت دينك بدنياك؟ أن أكون حاكما للعراق، ألا يستحق؟ أتعلم لماذا تنحيت عن قتال الإخوة على حد زعمك؟ إن سبب ذلك هو غضبي على ما أعطي لأمثالكم لتجولوا وتصولوا وتنشروا أفكاركم الضالة بين الناس. لقد حورتم الحقائق في سبيل الدنيا الزائلة، وحسابكم سيكون عسيرا يا أزرق. وفي رأيي أن الخوارج محاربون مهدورو الدم، أسلوا سيوفهم للحرب أم لم يسلوها؟ وأنا هذه المرة، نعم هذه المرة فقط، أصفح عنكم بحكم القاضمين الغيظ والعافين عن الناس، وذلك تنفيذا لأمر الله. وكما ذكرت لك هذه آخر مرة، فاذهبوا من أمامي خاسئين، ولكن إذا رأيتكم ثانية لن أرحمكم أبدا وسأذكر أمهاتكم. فبلغ رفاقك الخبثاء ما رأيت وما سمعت. أخبرني أيها المختار، هل سيفك قاطع مثل لسانك يا ملك العراق المقبل؟ اعلم يا أزرق أني لم أقتل بسيفي كلبا حتى الآن. كيان، لا تعطي جنود الشيطان هؤلاء فرصة للتنفس، لأن تركهم أحرارا يعني ظلم الرعية. خذهم جميعا إلى سجن القصر فورا. سمعا وطاعة. اسمعوني جيدا، منذ هذا اليوم فصاعدا لا يحق لأحد أن يسل سيفا أو يرفع عصا ليثير الشغب والاضطرابات والبلوى والفتنة في هذه المدينة، ومن يفعل ذلك فهو مجرم حكما، وسيجدني خصما شديدا له، عربيا كان أم فارسيا، أمويا كان أم علويا. من اليوم فصاعدا أنا المختار مسؤول الأمن. سارق سارق، من هنا ذهب، من هنا، لقد سرق بضاعتي، لقد ذهب من هنا، اقبضوا عليه. ما لي أراك جميحة يا وردتي؟ لماذا أنت خائفة؟ لقد دخل المختار الحرب، هل سمعتي؟ سمعت. لقد كانت المدائن ملتهبة فأطفأها المختار. لقد اختفى المتمردون، صدقيني لا أحد منهم يتنفس. ألم تقنعيه بملازمة البيت؟ كان مستحيلا إقناعه، لقد حاولت ذلك، حتى حرارة حبي نارية لم تؤثر فيه أبدا. سد أذنيه عن سماع أي نغمة أو وسوسة. ولماذا تتحرقين يا حياتي؟ دخول المختار في الميدان لا يعني على الإطلاق عدول عمر. عمر يريد أن يصبح ملكا على العراق، لذا عليه أن يجتاز مانعا اسمه المختار. وهل يستطيع يا خالة؟ هذا يتوقف على إرادتك. وما هي خطتك؟ خير يا حياتي. التنافس والغيرة كانا مرافقين لعمر والمختار، وهما يعرفان كيف يتعاملان. تعالي، سيطير عقلك لو علمت ما هي الخطة التي رسمها عمر لك. اقتلوا هؤلاء الصباغين المجوس. تعال إلى هنا.
أيها المجوسي، ليكن هذا درسا لكي لا تخون ولي نعمتك. والآن قل، هل الحق مع معاوية أم هو مع علي؟ اصرخ أيها المتعصب، تخيل ما ابتلعته من ذهب معاوية أيها الجبان. قل لي أين الحق؟ هل عند أهل الذهب أم عند أهل الله؟ أتضربني؟ أعوذ بالله، أهذه جمجمة أم حجر؟ لا أصدق ما أرى. ماذا تفعل بقرن الثور على رأسك؟ يا أيها الحمار، ألبسك الأسياد سرجا جديدا. يا أيها الحمار، ألبسك الأسياد سرجا جديدا. يا أيها الحمار، ألبسك الأسياد سرجا جديدا. أنت حمار حقا ويمتطيك العبيد. هل امتلأت مناخيرك برائحة الروث؟ هل امتلأت حتى أخذت تدور في الساحات وتروج لأفكارك هذه؟ أنا أرجح أيها الأبله بأنك تطمع بالحصول من بيت مال ابن علي على حظيرة من الأبقار. تقدم لأطعم رأسك للكلاب. ما بك؟ هل أصابتك الحكة في جلدك أيها العاجز؟ أخبرني، هل جئت تشفي ما توغل في صدرك من أمراض معدية وقاتلة؟ وماذا يعنيك أن تجولت في داري؟ أنت ماذا تفعل هنا أيها الوجه النحس؟ أخبرني، أضربك الآن. أيها الأحمق، ألم تعلم أن جيوش الشام قد عسكرت خلف بوابات المدائن؟ وإذا أحس معاوية أن المدائن قد آوت ابن علي فلن يرحم لا كبيرنا ولا صغيرنا. أيها المجنون، أنت لم تشفق على المدائن وأهلها. أنتم لستم إلا مرتزقة عند معاوية، وتخافون أيضا أن يقطع أجوركم. أيها الأرعن الأحمق، إن معاوية سخي، ولو ربط حمارا في اسطبل يجعل علفه ذهبا. أما أنت الذي تقتل نفسك من أجل ابن علي، فماذا يعطيك أيها الحمار؟ يكفينا عدالة ابن علي، إنه لا يفرق بين عربي وأعجمي، ونحن نفديه بأنفسنا من أجل حرية الرأي هذا. أقسم بالله العلي العظيم إننا عطاش لدمه بسبب تصرفه هذا. أما أنتم فموتوا في حسرة هذه المساواة. موتوا. سأريك كيف نموت. من أي قبيلة من العرب أنتم؟ هل أكلت البقرة ألسنتكم؟ حسنا، أجد نفسي مضطرا لقطع ألسنتكم لكي لا تضطروا إلى الإجابة. إذا كنت عازما على أن تصلبنا فلماذا تسأل عن قبيلتنا؟ أراك لا تحتاج إلى الصلب، بل تحتاج إلى قلادة، وتبدو أنك شرير، وشرر الفتنة يدب في حدقتيك كالنار المستعرة. أيها المحترم، إن هؤلاء من قبيلة العرب الحضرميون. وأنت من أي طائفة من العجم؟ أنا من عجم الديلم. إذن هي حرب مستعرة بين الحضرميين وعجم الديلم، وهذا يعني بين الأمويين والعلويين. ولكن لماذا هنا في المدائن؟
لماذا في سوق الصباغين في مدينتنا؟ هذه المناوشات تعني الحرب ضد القانون وضد أمن هذا البلد. لا يسمح لأحد بأن يعبث بأمن المدينة، ومنذ اليوم أنا والي المدينة. أمن مبارز؟ من يرى نفسه فارسا مغوارا وأهلا للقتال فليتقدم إلى الميدان. كيان. نعم سيدي. انظر يا كيان في صحائفهم فردا فردا. إن الضارب والمضروب كلاهما مجرم ويستحق العقاب. أيها المحترم، ألا تسأل ما هو سبب هذا القتال الدائر؟ معرفة الأسباب هي من واجبات القاضي وليس الوالي. ذقها يا أبله. أهذه هي العدالة التي تريد أن تقتل نفسك من أجلها؟ شكرا لك أيها المختار. كنت أظن أن دخولك هذا الميدان سوف يرفع من شأن جميع الشيعة الموجودين هنا. هل تريد منا أن نسكت على شتائم هذا العجوز الخرف الذي تعدى علي وهاجمني بالفأس ليقتلني دون رحمة بجرم حبي للحسن بن علي؟ أأحني له عنقي ليضربها؟ صاحب الحق لا يخشى المحكمة ولا كل القضاة والقوانين، فهو بريء. أما الشيعي الذي يكون لعبة بيد الأشرار فيثير الفتنة لصالح الأعداء فالأفضل أن يبقى في السجن حتى يتعفن. يا مختار، إن معاوية بن أبي سفيان هو الفائز في الحرب القائمة على ميراث محمد، وأنت وعمك لا تستطيعان منعه. أنت رجل سياسة ودراية، إذن قايض على تسليم الحسن مقابل الحكم على العراق. الموت للمنافق، 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 الموت للمنافق. لماذا لم تأخذ هؤلاء إلى السجن؟ أردنا أن يراهم جميع الناس. لما تريد أن يروهم؟ ليكون اعتقال هؤلاء عبرة لسائر المتمردين أيها المختار. تتلاعب بمصائر الناس أيها الجندي؟ الموت للمنافق، الموت للمنافق، الموت للمنافق. أبعدهم عن أنظار الناس. الموت للمنافق، الموت للمنافق، الموت